داخل القاعة داخل الصلاة. المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإسباني يتجدد اللقاء هذه المرة في توب ودي بعد عديد المباريات التي جمعت بين المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإسباني. إذن في هذه اللحظات دخول لاعبي المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإسباني. مباراة كما قلت بين ثالث العالم المنتخب الإسباني وبين المنتخب الوطني المغربي، بين بطل إفريقيا في آخر 3 نسخ على مستوى كأس الأمم الإفريقية، بطل القارة الإفريقية في آخر 3 نسخ على مستوى كأس الأمم الإفريقية، نسخة ساوث أفريقيا هناك في بلاد بافانا 2016، بعد ذلك نسخة 2020 بمدينة العيون المغربية، وبعدها تجدد اللقاء في نسخة 2024 السنة الماضية بنفس هذه القاعة، عندما انتصر المنتخب الوطني المغربي في النهاية آنذاك أمام ثنائي جاور المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة لسنوات، بلال البقالي وأيضا سفيان المسرير. يبدأ بما هشام الدقيقي إلى جانب أيضا أنس العيان وإدريس الرئيس فني. تقطع الكرة المنتخب الإسباني، تسديد لكن يوسف بن سلام في المكان المناسب يغير مسار الكرة. المباريات الودية تلعب الكرة بهذه الكيفية، الانطلاق من رئيس فني، تنزل بهذه الكيفية، جول يفتتح التسجيل العميد. سفيان المسرير يفتتح غلة الأهداف للمنتخب الوطني المغربي. لعبت بطريقة رائعة، تمريرة كانت بينية، الانطلاق والاستلام. يواجه أيضا واحد من المدارس اليوم القوية على مستوى العالم، وهدف التعادل. هدف التعادل للمنتخب الإسباني، دانييل غابرييل يسجل هدف التعادل للمنتخب الإسباني، هدف مقابل هدف ضد مجرى اللاعب. كرة خاطفة من المنتخب الإسباني تصل أمام دانييل غابرييل. سنة 2000 انتصر في النهاية أمام المنتخب البرازيلي آنذاك ب4-3، وبعدها في النسخة التي تليها نتابعون الزيادة العديدة للمنتخب الوطني المغربي، تصل لسفيان. جول 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 رائع. سفيان الشعراوي بطريقة رائعة يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة. سفيان الشعراوي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي أمام فرحة الأنصار، أمام فرحة الجماهير على مستوى المدرجات. هدفين مقابل هدف واحد بلقب كأس العالم للمنتخبات لأقل من 20 سنة. ونهاية الجولة الأولى بتفوق المنتخب الوطني. واصل بين هشام الدقيق وبقية اللاعبين على مستوى دكة البدلاء في انتظار بداية الجولة الثانية، وبأي سيناريو ستكتب تفاصيل هذه الجولة. تصل كرة للمنتخب الوطني المغربي، بلال البقالي، خروج بالكرة في اتجاه الرئيس فني، الانطلاق تصل إلى من؟ إلى بوقدير عبد الكريم. أكبر انتصار لكرة القدم الإسبانية داخل القاعة. قبل ذلك نتابع هذه المحاولة ونعود للمعلومات. تسديدة زاحفة من جانب المتألق إسماعيل أمزال، هل سينجح فيما عجز عنه سفيان الشعراوي؟ نتمنى ذلك من منطقة الضربة الحرة المباشرة. والهدف جول 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 هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي هذه المرة. أوليفيه خوسيه ميغيل يعجز أمام إسماعيل أمزال، والهدف الثالث للمنتخب الوطني المغربي، والفرحة على مستوى المدرجات. كانوا ميغيل أنخيل تلعب الكرة بهذه الكيفية، والهدف الثاني للمنتخب الإسباني، والمسجل دانييل لوبيز.
دانيال لوبيز يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإسباني. مرت بردا وسلاما على مرمى الحارس يوسف بن سلام. تعود من جديد تلعب الراسية من سفيان الشعراوي. بدأ يتحرك المنتخب الإسباني في آخر دقائق الجولة. بدأنا نستشعر خطورة المنتخب الإسباني. يلا سفيان يلا سفيان يلا سفيان. جول من سفيان الشعراوي. سفيان يسجل الثنائية ويسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الإسباني بطريقة رائعة. سفيان الشعراوي يسجل الهدف الرابع وانتصار أمام منتخب كبير المنتخب الإسباني.